السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة قرب مولد الحبيب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حلقة جديدة النهاردة من حلقات صفارة العميد. الدوري بدأ، دوري ملقب هذا الموسم باسم دوري النيل. بنتمنى التوفيق لكل الفرق، وبنتمنى التوفيق لكل الفرق طبعا بصفة عامة، وبنتمنى التوفيق للحكام والتحكيم بصفة خاصة. على قد ما هنقدر الماتشات، عشان طبعا بتبقى كل يوم، على قد ما نقدر هنجمع الماتشات اللي انا هقدر اتفرج عليها، وعشان اقدر اتابع اداء الحكام. ولو في اي حاجه طارئه او اي حاجه احنا ممكن نعمل لها حلقه منفرده. في حلقه النهارده هنملخص عن مباراه الاهلي والمصري، مباراه تانية كانت سموحه والجونه، والمباراة الثالثة كانت المقاولين وبلدية المحلة الصاعد الجديد من دوري الممتاز به. وهنلقي نظرة على آخر تطورات التصنيف والحكام المعترضين على التصنيف واللي راحوا عملوا وقفة في اتحاد الكورة الأسبوع الماضي. خليكم معانا ولكن بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني. واول حاجه هنبداها النهارده مباراه الاهلي والمصري في الاسبوع الاول اللي اقيمت ببرج العرب. وكان الحكم الدولي المتالق اخر 4 مواسم، هو طبعا معروف عن محمد عادل بالاداء متميز باستمرار، ولكن كان في حاجه كويسه جدا ان هو اخر 4 مواسم انا بعتبره من احسن الحكام في الساحه الرياضيه في مصر. وعلى ما اظن كمان ان الاتحاد الافريقي بدا يديله ماتشات قويه ويهتم ويديله ماتشات كتيره الفتره اللي فاتت. بس طبعا المباراه كانت سهله تحكيميا، لان طبعا الاهلي فريق كبير والمصري فريق كبير والملعب جميل، فاداء الحكم كان متميز، لان ما كانش فيه المباراه ما كانتش صعبه تحكيميا. فنظره سريعه كده، اداء محمد عادل كان متميز، وطاقم التحكيم بالفار قدر اللي هو ينجح في الخروج بالمباراه لبر الامان. ما فيهاش اختبارات كتيره الا طرد باهر المحمدي، وهو طرد مستحق للحصول على الانذار الثاني لهجمه واعده على ارتكابه خطأ ضد لاعب الاهلي يستحق الانذار الثاني، وبالتالي طرد من المباراه. فالمباراه المقبله كانت تحكيميا جيده من الحكم الدولي محمد عادل. وبنناشد لجنه الحكام وبنناشد الناس المسؤولين. محمد عادل اتمنى ان يبقى مفيش حاجه بالنسبه له سيئه ان هو يخرج من القائمه الدوليه، وخاصه ان الاتحاد الدولي فتح السن، خاصه الحكام الدوليين طالما قادر بدنيا وفنيا وطبيا، فبالتاكيد الاتحاد الدولي بيشجع الحاجه زي كده. ما جيش انا في مصر عشان اهواء شخصيه وعشان مجاملات، ولا بقولها بصراحه مجاملات لحكم ما. ممكن يكون الحكم ما هذا يستحق، ولكن مش على حساب حكم مخضرم وحكم من احسن الحكام في اخر 4 مواسم، وهو الحكم محمد عادل. هنيجي بعد كده لمباراه سموحه والجونه، ودي يعتبر انا اكتر مباراه كان فيها اختبارات للحكم. الحكم كان محمد العتباني من محافظه الشرقيه، وحكم من الحكام المتميزين اللي بقاله 4-5 مواسم اللجنه مهتمه بيه، وادار مباريات كثيره في الدوري الممتاز وناجحه باستمرار. انا كنت بلقبه الحكم عدو الفار، لانه في معظم مبارياته يمكن اول موسمين او 3 الحكم الوحيد اللي ما استدعوش الفار ان هو ياخد قرار، الا في الموسم الماضي متهيألي مرتين. فانا كنت بقول عليه الحكم الانساني، لانه هو برضه اوقف المباراه ساعه بعد اذان المغرب لالتقاط اللعيبه الصائمين التمور والمياه. نمرة 2 ان هو كان عدو الفار، اللي هو كانش الحكم الوحيد اللي لم يستدعيه الفار يمكن في اول 3 مواسم تحكيميه ليه بعد تطبيق تقنيه الفار. هنخش على المباراه سريعه، وهنقول ان هو ادار المباراه بكفاءه عاليه وتميز هو وطاقم التحكيم. الاختبارات بقى اللي تعرض بيها في الدقيقه 55 ركله جزاء صحيحه لسموحه، ودي ركله جزاء صعبه على فكره. وانا بشكر الفار اللي هو اداله كونفيرم، على الرغم ان برضو الاعداد والتصوير ما كانش بالدقه المطلوبه، ولكن ركله جزاء احتسبها محمد العتباني بنفسه دون استدعاء الفار، وهي ركله جزاء صحيحه نتيجه
لاعب الجونه كره بيده داخل منطقه الجزاء، وبالتالي ركله جزاء كانت ركله جزاء صحيحه احتسبها محمد العتباني واكد عليه تقنيه الفار. تعال هنا بقى في الدقيقه 57 يعني بعد ركله الجزاء اتصدت ويا دوبك يعني عدت النص الثاني، لقينا صافره الحكم سريعه جدا جدا والمطالبه بايقاف اللعب. وفعلا الفار شابوه للفار، انه انا بقول شابوه للفار انه قدر اللي هو يراجع على اجراءات تنفيذ ركله الجزاء بسرعه. اول مره اشوفها في الدوري الممتاز بصراحه، يعني الكره اتصدت واتلعبت على طول ما كملتش 5 6 ثواني كان الحكم العتباني بيطلق صافرته بايقاف اللعب اذانا بان اعاده ركله الجزاء بعد تشيك من الفار على اجراءات تنفيذها. وبالتالي فعلا كان معانا صوره اهي، فعلا حارس المرمى، الصوره قدامنا، الحارس المرمى متقدم بكلتا قدميه قبل تنفيذ الركله، وهنا شابوه الفار انه قدر يراجع على اجراءات تنفيذ الركله بسرعه. وبالتالي كان قرار صائب من الفار ان هو اعطاه لمحمد العتباني بايقاف اللعب واعاده تنفيذ ركله الجزاء لتقدم حارس مرمى المصري. وبرده اتصدت، وده طبعا احنا التحكيم مالناش دعوه بيه، احنا بناخد القرارات الصائبه، ولكن ده بنقوله في حسن النوايا ان الفار صحيح والحكم صحيح، وبالتالي تم اعادتها واتصدت مره اخرى. دي كانت في الدقيقه 57 والدقيقه 55. عندنا في الدقيقه 65 كان انذار مستحق اللاعب الجون اللي مطالبته بركله جزاء. طبعا ده كان يعتبر سيميليشن او تحايل على القانون، وكان تمركز محمد العتباني اكثر من رائع، قدر اللي هو يصفر على طول ويحتسب ركله حره غير مباشره واعطاء لاعب الجونه انذار مستحق للتحايل على القانون او سيميليشن. تمام. نيجي بقى في الدقيقه 91، ودي ركله جزاء صعبه جدا جدا وتوقيتها اصعب، ودي جراءه ودي شجاعه من الحكم اللي هو في الدقيقه 91، وكره صعبه جدا يعني هي فيها التلامس اللي هو يحس بيه الحكم اللي لعب كوره زي محمد العتباني. حد يقول لي يا كابتن لا ركله جزاء صعبه جدا والفار اداله كونفيرم. انا بتكلم على اللياقه البدنيه في الدقيقه 91، ان هو يتواجد ويتمركز في هذا المكان، ده دليل على انه جاهز بدنيا، ومع ان ده اول مباراه في الموسم يعني بيبقى برضو الفتنس بتاع الحكم مش 100%، ولكن تواجده في الدقيقه 91 في المكان دوت واحتساب ركله الجزاء ده دليل على انه بدنيا جاهز لموسم الدوري الممتاز الشاق والطويل. وركله جزاء صحيحه وانذار مستحق للاعب سموحه، دي كانت في الدقيقه 91. انا وجهه نظري تقييم الحكم جيد جدا، وبعتبره من احسن الحكام في الموسم الاول. طبعا لسه في مباراه الزمالك النهارده الزمالك وبيراميدز، ولسه في مباريات ثانيه الاهلي طبعا الاهلي لعب، لسه في مباريات ثانيه ما اتلعبتش. بس انا وجهه نظري في الاربع ماتشات او 3 ماتشات اللي اتلعبوا احسن حكم حتى الان هو محمد العتباني لكثره الاختبارات اللي تعرض ليها وصعوبتها. ركله جزاء صعبه لسموحه نتيجه لمسه يد اللاعب الجونه. نمره 2 ركله جزاء في الدقيقه 91. نمره 3 السرعه في اطلاق الصافره ايقاف اللعب اذانا باعاده ركله الجزاء اللي هي احتسبت في الدقيقه 55. فدي طبعا اختبارات. وبرده التحايل على في الدقيقه 65 اللي هو انذار مستحق، تواجده برده تمركزه في المكان دوت قدر اللي هو يصفر بركله حره غير مباشره واعطاء اللاعب انذار للسيميليشن. ودي اختبارات تعرض لها الحكم، اكتر حكم شفته اتعرض لاختبارات في المباراه في الاسبوع الاولاني، وبالتالي انا بعتبره من احسن الحكام حتى الان في الاسبوع الاول محمد العتباني. عندنا المقاولين والبلديه، كان هشام القاضي. انا هتكلم بس معانا كذا صوره لركله الجزاء اللي احتسبها حكم هشام القاضي بعد استدعاء الفار ليه. هي طبعا انا بعتبرها ركله جزاء صعبه، لان طبعا في حاجات معينه كده بيبقى من الصعب جدا الحكم يتوقع ان اللاعب يتهور بهذه الطريقه، وخاصه ان الكوره ليست خطيره. فبالتالي احنا معانا كذا صوره. بص الصوره الاولانيه هنلاقي ان الكوره كانت يعتبر اللي في حوزه لاعب البلديه، وطبعا لاعب المقاولين في ظهره ما عندوش اي فرصه او اي امكانيه للعب الكوره، داخل بتهور على لاعب بلديه المحله.
طبعا ما كانش استدعي حاجه زي كده، ده اللي خلى الحكم اللي هو ما احتسبهاش، او ما كانش متوقع ان هو لاعب المقاولين يلعب بتهور على لاعب البلديه، ولكن شابوه الفار عمل له استدعاء ان هو راح شافها وفعلا في تهور من لاعب المقاولين تستحق ركله جزاء. فدي كانت شابوه برضو للفار ان هو عمل تشيك فار على اللعبه ولقى ان فيها ركله جزاء، وبالتالي استدعى هشام القاضي اللي هو راح شافها ورجع ويحتسب ركله جزاء صحيحه لبلديه المحله. كان في الدقيقه 19. انا عاوز اقول للناس اللي بيقول لك احنا اولاد الاقارب واولاد ابناء العاملين والكلام ده كله، هشام القاضي قريب احد اعضاء اللجنه الرئاسيه، ولكن هشام القاضي من الحكام المتميزين. احنا بندعم يا جماعه التحكيم، بندعم الحكام، انما احنا بنقول ايه؟ مثلا حكم زي هشام القاضي ده حكم متميز ارفع له قبعه ويستحق يلعب في الدوري الممتاز، ولكن في زيه كتير، في زي في نفس، على اقول مش هقول اعلى، لا، في نفس المستوى كان يستحق الدعم، وكان يستحق ان اللجنه الرئيسيه تهتم بيه. فانا بتكلم في كده، انا مش بتكلم انا ما هو حكم زي بقيه الحكام، هشام القاضي او ابن جمال الغندور او ابن مع حفظ الالقاب، ما فيش مشكله، حكم له حق زي بقيه الحكام. انا ليه اميز الحكم دوت وادعمه واقف بظهره وانشله وصعده، وفي ناس زيه يستحقون نفس الدعم ونفس المساعده؟ هو دي وجهه نظري ودي اعتراضي. ولكن حكام هشام القاضي حكم متميز يستحق اللعب في الدوري الممتاز واختيار صائب في التصنيف، ولكن انا بقول يا جماعه لابد من نفس الدعم ونفس المساعده اللي بياخدها هذا الحكم الذي له قريب او اب او تبع هذا احد الهيئات، لابد من اعطاء نفس الدعم ده لنفس الحكام اللي زيه. دي كانت النهارده طبعا المباريات اللي احنا شفناها. هنخش على اخر زي ما بيقولوا ايه، اخر التطورات في اعتراض الحكام على التصنيف. انا بناشد اللجنه الرئيسيه بقول لهم انت دلوقتي بتتكلم في حوالي 4-5 حكام معاهم رخصه ملعب، هم دول الوحيدين اللي هم ما دخلوش التصنيف. انا بالتالي بناشد لجنه الحكام ان هم يخشوا التصنيف، زي احمد ناصر من منطقه السويس، زي جلال منطقه اسيوط، زي محمود رشدي، وزي محمد كابو من بورسعيد، حوالي 4-5 حكام. انا بلاش ان دول ينضموا للتصنيف، تمام، ويلعبوا، لان دول لعبوا في الدوري الممتاز ونجحوا. فليه يعني احطمهم معنويا، وليه ما ادهمش فرصه زمايلهم؟ فطبعا لابد ان يتم مراجعه التصنيف، وهؤلاء الحكام الساحه ينضموا الى ال 36 حكم اللي هم بيديروا الدوري الممتاز. نفس الكلام المساعد، هتبص تلاقي هم حوالي 10-15 مساعد هم اللي بيلعبوا في الدوري الممتاز بقالهم، يعني احمد الكيال بقاله حوالي 10-12 سنه، 12 سنه بالظبط فعلا بيلعب في الدوري الممتاز. محمود رضا 10 سنين، احمد ابو زيد من الدقهليه برضو، احمد شاهين من الشرقيه. في حكام مساعدين كانوا بيلعبوا في الدوري الممتاز من فتره. ايهاب فخري، انا بناشد اللجنه الرئيسيه ان استماع لصوت العقل، وهم 20 مساعد برضو ينضم للتصنيف ويلعبوا في الدوري الممتاز زيهم زي زملائهم، وبالتالي انا اقضي على اي بعد كده اي اعتراض من الحكام او الموسم يمشي كويس. وبناشد طبعا يعني انت كابتن فاروق بيقول لك لابد يبقى فيه 20% مجاملات. ارفض هذا الكلام يا كابتن فاروق، مع احترامي الحفظ، ارفض هذا الكلام. مفيش حاجه اسمها مجاملات حتى لو 1%، حتى لو 1%. يعني انت تجامل شويه حكام بنسبه 20%، ده 1% ما تجاملش يا كابتن، ادي كل واحد حقه. في مجاملات ليه؟ مجاملات ليه اخد ناس في التصنيف ما يستحقوش يخش التصنيف، وابعد ناس بتحكم بقى لها 15 سنه و12 سنه في الدوري الممتاز حتى مش محصلين المحترفين. فانا بناشد اللجنه الرئيسيه وبناشد الكابتن فاروق، يا ريت المجاملات اللي انتوا جاملتوها دي، اللي انتوا بتقولوا لابد من مجاملات، لا انا اسف، مفيش حاجه اسمها لابد من مجاملات. لابد من رجوع الحق لاصحابه، زي الحكام المساعدين، زي الحكام الساحه، واعاده النظر في التصنيف، ويتم ممكن تطبيقه في خلال خطه خمسيه او خطه سباعيه، بعد ما عدد الحكام يقل، بدل ما هو 1800 يوصل مثلا لحد 500 600، ساعتها انا ممكن اعمل التصنيف. النهارده مباراه الزمالك وبيراميدز هحاول ان انا اتفرج عليه، لان انا عندي ظروف عملي يعني ممكن تمنعني من مشاهده المباراه، لكن هحاول اتفرج على ملخص، وان شاء الله لو قدرت ان انا اتفرج على المباراه هعمل حلقه غدا الجمعه ان شاء الله. دي انا بقول لكل الناس اللي بتتفرج عليا، ما تنساش اللايك وما تنساش
الشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من المشاهدين، واللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد من سفاره العميد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.